قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الثلاثاء إن رفض مشروع القرار الذي أعدته بلاده في مجلس الأمن لوقف النار في غزة يعتبر موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين، مؤكداً أنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع. وأضاف بن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي للنظر في المشروع أن الصمت ليس خياراً ممكناً، حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة. وتابع: يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييداً لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن مشروع القرار يمثل موقفاً مناصراً للحقيقة والإنسانية. وقد تجاوب العديد من المتابعين مع تصريحات بن جامع بإشادة واستحسان، حيث تم تثمين شجاعته في التعبير عن الحقيقة وإظهار تضامنه مع الفلسطينيين في وجه القمع والعنف. تعكس تعليقات الثناء والدعم استحقاق ابن جامع للتقدير، حيث قدم صوتاً قوياً للشعب الفلسطيني ودعوة للعمل الجماعي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة. وتعزز تصريحاته الوعي العالمي بالمشاكل الإنسانية في غزة، وتحث على القيام بخطوات فعالة للتصدي لها.